شوف، إذا أنت أبو وعندك ولد صغير خذه معك، ربعك خذه يروح معك الاستراحة، خذه الصناعية، خذه يروح للبقالة، خليه يقابل رجاجيل، خليه يغدي رجال. ما يصير حاطه عند الأم أنت 24 ساعة، الأم حاطته عند الشغالة. آخر شيء ولدك يصير مقيم ماتشا، لا تجي تقول لنا. لازم وجود الأب مع البزر، لأن البزر قاعد تحيطه الرفاهية من جميع الجهات، تعليم ودراسة ومفرش ولبس ودنيا وخدامة وسواق، وينزل ما تسكنه مغني راب، ومنطقة حرة وصمت عقابي، والرجال والبلد ساكت، منوديها أخصائي ساكت لأنه ما عنده شيء يطلبه، راهي ملعون. لكن لو حارمه من شيء قاعد يصايح، ما بعد شفت ما في شيء يقوله هو أصلا. فلذلك يطلع نفسية ونفس الشيء طلع لك ولده يسلم عليك يناظر في خشمك البزر، كيف حال كويس؟ ما أعرف عربي ولا إن أنتبه خشمك أكبر من لازم. التفت على أبوه قال I gonna go وأبوك في ناس تطلبها فلوس. لا ما يصلح. وجود الأب ضروري. لا تقول الأم تربي، ما يخالف، الأم هي كل شيء، لكن أنت يا الاستراحة يا مدري وشو، يا طالع يا عندك دوام، لازم تاخذه. لازم يغذي رجال. المناسبات اللي مع الأم كلها حاضرة، ما يشوف إلا حريم. إذا طلعوا قال تعالي خلوه تقلد خالة عواطف، ثم مشى ثم تسدح من الضحكهم، يعني إنكم ما بكرة كاتب في البايو مهتم في الفاشن، كلها منك، لابس جيكيت فضي يقول الحرية الشخصية، عشانك أنت ما تدخلت في الموضوع. في حد مو بلازم عندنا، يعني حتى في النرويج لازم يركب مع أبوه، يحط شنب يقلد أبوه، يقلد مشية أبوه. غادي رجال. ما يصلح. إذا الحين قاعد يحط لي صن بلوك في الفسحة، يحطوا له صن أنا كان يسموني براشد في الفسحة. أقرب مالي محمد عبده في حفلات أبها، يعني كنت أكبر من الحين شكلي. أي صن بلوك؟ الحين في عيال يحطوا سكين كير حق كريم هالات، توقع لك هذا الصدقي هنا، لا تحط له كريم. رجالي مرفه البزر ابن الذين، يعني لا لازم يغدي رجال، لازم مو كل شيء عنده وكل شيء. خلك أنت بكرة تجي تقول ورا ولدي صار كذا، ورا منك. ضروري أن تكون متواجد في حياة البزر، الطفل ولدك، عشان يعني البزر فيها ابنك تحبه ومرفه، وأنا كل شيء مسوي له. هو مو اللي ناقصه الأشياء اللي مسوي، اللي ناقصه وجودك أنت. لازم تكون موجود لأنك مسؤول. لما تجيب عيال وتهملهم، لا تخليه يصير رجال. إيه ولد الحين تقول له وش رايك، يقول والله مرة يجنن. مرة يجنن. تو هذا الجيل مرة يجنن اللي ما قد جاه كف العطلة الطويلة. الجيل الجاي وش بيسوي؟ سلام، أنا أعلمتك عاد. السلام عليكم.